منتخب مش واخد حقه في البطوله دي فنيا المغرب، ده رايي الشخصي. كل الناس اللي بتتابع البطوله مقلله كتير من قيمه المنتخب المغربي. احنا امام منتخب هو رابع العالم، كويس؟ امام منتخب اثبت قيمته في المباريات اللي بعد كاس العالم كلها ضد منتخبات كبرى. منتخب اظهر شخصيته الحقيقيه وسط البطوله، عليه ضغوط كبيره جدا واحنا عارفين كل ده طبعا. لكن كل الناس عماله السنغال مش عارف مين يلعب كويس، ده كوت ديفوار احسن فرقه في البطوله، ده السنغال عندها مش عارف ايه وايه وايه. طب ما المغرب يا جماعه ساعه الجد وان سايد جيم مع الكاميرون. المغرب عنده العناصر، العمق في التشكيل موجود، مدرب من احسن المدربين مش بس في افريقيا، ده على مستوى العالم في رايي برغم كل الانتقادات. اثبت نجاحه في المواعيد الكبرى بشكل واضح. ايه كمان؟ عنده الجماهير، الارض والجماهير، ده عنصر ده مش سهل ابدا. ثم العراقه، سيبك بقى من هو ما كسبش كاس افريقيا دي كتير، احنا كلنا عارفين كاس افريقيا ليها طريقتها، بس هو المره دي بيتعامل معاها بشكل مختلف. نحن امام منتخب، انا قلت قبل كده المغرب منتخب عالمي، هو ليس بطابع افريقي لكنه في هذه النسخه هو يلعب على اللقب دون غيره. كلنا بقى كنا بقى شايفين 100% واؤيد انه الرجراجي فنيا مدرب كبير ممتاز.